واش المغرب كيضحي بصحة المواطنين ديالو على قبل عيون أوروبا؟ واش هاد الساعة الجديدة مجرد ساعة زايدة ولا كلفة استراتيجية غالية بزاف؟ واحد التقرير جديد دار ضجة خرجوا المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجيه والرقمنه بطنجه، وركزوا معايا مزيان، هذا ماشي موقف رسمي ديال الحكومه، بل هو تحليل علمي مستقل من خبراء واقتصاديين. التقرير كيقول بلي هاد الساعه حققت مكسب تكتيكي واحد، هو اننا بقينا في نفس التوقيت مع الشركات الاوروبيه، ولكن في المقابل ضيعنا السياده الزمنيه ديالنا. التقرير كيتكلم على مخاطر موثقه على الصحه العامه، السلامه الطرقيه وحتى العداله بين المدن. اخطر ما كاين هو ان التقرير ما لقاش دليل قاطع باللي هاد الساعه كتوفر فعلا طاقه او لا كتزيد في الانتاجيه. بالعكس، العلم كيقول بلي التاخر الاجتماعي في طلوع الشمس كيضرب التركيز وكيسبب اجهاد بيولوجي للمغاربه. الخلاصه، القضيه ماشي تقنيه، القضيه سياسيه بامتياز اللي كتمس الرفاه العام ديالنا. نتوما واش كتحسوا فعلا بلي هاد الساعه فرضت علينا ضريبه صحيه؟ شاركونا الاراء ديالكم في التعليقات، والشكر موصول لكم على الدعم المستمر ديالكم لينا.